الفيديو اللي فات اتكلمت على انه مصر صنعت طياره في الستينات. في ناس اتفاجئت من المعلومه وناس شككت فيها وناس ثالثه ما كانتش مقتنعه اصلا ان مصر تعرف تصنع طياره. تصدق وتؤمن بالله؟ هتصدق ان شاء الله. مصر طلعت بتصنع طيارات فعلا، واعلنت في 2021 انها صنعت اول طياره بدون طيار. وايه بقى؟ مش بخبراء اجانب ولا مساعدات من بره ولا الكلام ده. المره دي الطياره مصريه 100%، تنفيذ وتصنيع. الطياره دي من انتاج الهيئه العربيه للتصنيع وسموها نوت. وايه الاسم الغريب ده؟ نوت هو كان رمز لاله السماء عند المصريين القدماء، وهم اختاروا الاسم ده علشان ياكدوا ان الطياره مصريه صرف. واتعرضت لاول مره في المعرض الدولي للصناعات الدفاعيه والعسكريه ادكس 2021، وهي طياره مخصصه لاعمال الاستطلاع، بتحدد الاهداف، بتراقب الحدود، وبترسل المعلومات لحظيا لمراكز القياده على الارض. وانظمه الملاحه بتاعتها متصله بالاقمار الصناعيه، وفيها كمان كاميرا كهرومغناطيسيه تلفزيونيه ورقميه. والميزه بقى في الطياره دي انها مصنوعه من مواد مركبه، والمعدن فيها قليل جدا، يعني محتاجه منظومه راداريه متطوره جدا علشان تعرف تلقطها. الطياره نوت بقى في منها اصدارين، الاصدار الاول اللي تم الاعلان عنه في 2021، والاصدار الثاني هيكون اكتر تطور منه وهيتعرض في معرض ادكس 2023.